السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله معانا روتين جامد جدا هيكسر الدنيا، هيخليكي تقومي تهدي الدنيا. المطبخ ده تهديه وتعمليه تاني. زي ما انتم شايفين المطبخ كده وشكله ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني زي ما انتم شايفين، يعني الحمد لله على كل حال. اتشغلت شوية عن المطبخ، وكنت في اليوم ده يعني مشغولة في الشقة وكده. ودخلت فجأة على المطبخ لقيته بالمنظر ده، بقيت اندب، اقول اندب ولا اعمل ايه بالظبط. يعني طول ما في عيال صغيرة عايزة تاكل عايزة تشرب، وانا باخد بالصواني وباخد المواعين واروح اودي وارجع اودي وارجع. وطبعا جه عليه تحضير الفطار والاكل والشرب وكل الدوشة دي. فالمهم ريحت كده شوية بعد الفطار، وقمت دخلت على المطبخ لقيته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلت ما بدهاش بقى اقوم واشد حيلي واشد كده وانضفه، ما ينفعش المطبخ يفضل بالمنظر ده. مش عارفه احط رجلي فيه ومش عارفه اعمل اي حاجه للولاد. طبعا انتوا اللي يشوفوا المنظر يقول ان المطبخ بقاله 3 4 ايام ما تنضفش، بل بالعكس. المطبخ بس يعني مجرد يوم بس اشتغلت عنه. طبعا وانا شغاله كده جعانه، فقلت اكل لي اي حاجه. احنا يعني ايه في السهره، فلازم ناكل كده على قد ما نقدر، يعني عشان نعوض فتره الصيام طول النهار. ما احنا شقيانين بقى وتعبانين، هنعمل ايه؟ ربنا يعيننا ويقوينا يا رب على ولادنا وعلى بيتنا وعلى مصالحنا وعلى كل حاجة، ويعيننا على الصيام والشغل وكل حاجة مع بعضيهم. احنا كفايانا بس الولاد الصغيرة في الصيام، مش عايزين حاجة تانية. الولاد بتنشف الريق وبتتعب الأعصاب وبتخلي الواحدة بتقول يا لهوي بحسها كله. ربنا يا رب يهديهم ويعيننا عليهم، اللهم امين. طبعًا دخلت زي ما أنتم شُفتوا على المطبخ، لمّيت كل الكراكيب وكل الحاجات اللي متبهدلة على الرخامة وعلى البوتاجاز، وكُلّه، كُلّه، كُلّه هاجمّعه وأحطه حوالين الحوض. ما ينفعش تدخلي من المطبخ على الحوض على طول تغسلي شوية المواعين اللي فيه، وبعد ما تخلّصي تبُصّي وراكِ تلاقي المواعين بقى مالية الدنيا. كده ما ينفعش، هتحبطي وهتحسي نفسيتِك اتحطّمت. أنتِ أول حاجة تلمّي كل الحاجات اللي حوالين المطبخ وتوضّبيها وتحطّي المواعين كلّها حوالين الحوض. وتبدأي تغسلي بقى، أي نعم هم هيتكسروا وهتحسي إن أنتِ نفسِك اتسدِّت وقفلت منهم. بس على بال ما هتخلّصيهم وتبُصّي حواليكِ في المطبخ هتلاقي الدنيا رايقة وما فيش أي كراكيب حواليكِ. وكمان لو يُفضّل إن أنتِ تغسلي كمان البوتاجاز قبل ما تبدئي مواعين، هتلاقي نفسِك خلّصتِ المواعين كل الدنيا حواليكِ تمام، لإن أصلًا المواعين لوحدها هَدّة، والله هَدّة. على قد ما هي إحساس حلو كده وأنتِ واقفة على المَيّة السخنة والصابون وتغسلي وتنضّفي، بس هَدّة طبعًا الوقفة وشغل إيدِك على طول، فيعني يالّا الحمد لله، ربنا يقوينا إن شاء الله. جِبت حتّة سلكة ألمونيوم ناعمة، طبعًا إيه، قُلت أغسل بيها علشان السلكة حلوة، يعني بتلمّع المواعين والكوبايات وبتخلّيها زي الفل، مش باعتمد على الإسفنجة على طول. علشان زي ما باقول لكم السلكة بتخلّي المواعين بتلمع وبتنضف، حتى لو حاجات بلاستيك، حتى لو حاجات مثلًا ميلامين كده بتلمّعها برضه، بتخلّيها نضيفة وزي الفل. المهم أول حاجة أخدت الفرشة بتاعة الكوبايات، غسلت الكوبايات كلّها بتاعة العصير والشفاشف وكده. وبعدين خدت الإسفنجة بتاعة المواعين ونزلت بقى دعكة على السلكة اللي أنا قُلت لكم عليها، أحطها كده فيها علشان تحافظي على إيديكِ وصوابعِك من السلك الألمونيوم ما يبوظهمش. حطي الإسفنجة وحطي جواها حتة من السلك الألمونيوم، واغسلي بقى وخدي أحلى مواعين.
الحمد لله والشكر لله تمت المهمة بنجاح وخلصنا غسيل المواعين. طبعا سمعتوا أصوات الفيديو، سمعتوا نقورتنا أنا والعيال. طبعا الصوت مش واضح علشان أنا مسرعة الفيديو. كل ده وأنا بنقور معاهم وبزعق معاهم، ما تفتكروش إن أنا قاعدة كده في حالي في المطبخ، لا نوي. أعوذ بالله. ده أنا طول ما أنا واقفة في المطبخ يا ولد يا بنت يا بيه اسمك إيه مش عارف إيه ويا ماما ضربني، مش هقول لكم بقى على دوشة العيال دي، انتوا عارفينها. كل اللي عنده عيال عارفها، واللي ما عندوش ربنا يكرمه ويديه يا رب العيال اللي تعمل فيكم كده إن شاء الله. المهم بقى يعني طبعًا بعد ما خلّصت المواعين سِبتهم على الرخامة يتصفّوا شوية من المَيّة، وبعد كده هابدأ أوضّب كل حاجة مكانها. لإني ما ينفعش أخرج بقى من المطبخ أسيب المواعين مالية الرخامة والدنيا مكركبة، لازم أوضّب كل حاجة مكانها قبل ما أخرج من المطبخ، علشان ألقي نظرة كده أخيرة عليه وألاقيه يعني منظره كده حلو زي الفل. الولاد عاوزين برتقان، فقطّعت لهم واديتهم علشان يحلّوا عني وعن دوشتي، وعن دوشتي إيه، وعن يعني راسي، عشان يخفّوا ويدوشوا في راسي. وأنا كمّلت بقى باقي اللي ورايا. طبعًا بعد ما شِلت كل المواعين، الرُخام بيتبل وأي حاجة حواليكِ في المطبخ بتتبهدل، كُلّه طبعًا هامسحه وألمّعه وأنشّفه بحتّة قماشة أو بحتّة فوطة كده ناعمة، وأروّق الدنيا كُلّها. أصلًا المطبخ يا جماعة هو يعني إيه، كل الشقة طبعًا لازم تتنضّف ولازم يعني لإن كل ده واجهتِك أنتِ كسِت بيت. ولكن المطبخ أكتر حاجة بتقفل نفسيتي لمّا بتكون متبهدلة، لمّا بيكون متبهدل، لإن بنعمل فيه أكل وشرب وبنقف فيه أغلب الوقت، فيعني طالما المكان مش متوضّب ومش متنضّف، طالما مليان مواعين، بصراحة نفسيتِك بتقفل جدًا من إن أنتِ حتى تُقفي في المطبخ أو تعملي أي حاجة. حتى لو ولادِك طلبوا منِّك حاجة بتبقي ما لكيش نِفْس تدخلي المطبخ وتعمليها. إنما لو المطبخ رايق كده ومتنضف والحوض فاضي وبيلمع والرخام نضيف، بتلاقي نفسِك الله أول ما تدخلي كده تجيبي حاجة من المطبخ مش عايزة تخرجي منه، بتبقي مستمتعة كده وتحسي نفسِك فعلًا دي أنتِ سِت بيت ومطبخِك بيبرق وزي الفل، والله فعلًا بتبقى نفسيتِك مرتاحة جدًا. فيعني إحنا بنحاول نخلّي بيوتنا نضيفة على طول، ومطبخنا يكون نضيف على طول ما فيهوش أي حاجة يعني وِحشة، وربنا إن شاء الله يقدّرنا ويقوّينا إن شاء الله. عارفين إن إحنا بنتعب جدًا، بس يعني ربنا بيقوّي. والله دايمًا مؤمنة أنا بمقولة إن ربنا بيدّي القدرة أو الطاقة على قد الحِمل اللي ربنا مدّيه لِك، بيقوّيكِ عليه وبيقدّرِك عليه، لإن لا يكلّف الله نفسًا إلا وسعها. ربنا ما بيدّيش البني آدم حاجة فوق طاقته، ولو ادّاكِ وعمل فيكِ كده فده بيبقى اختبار من عند ربنا وابتلاء، وإحنا كستات مؤمنات يعني واجب علينا إن إحنا نصبر وندعي ربنا ونستعين بيه، علشان يعني إيه، عشان إحنا يعني هي دي وظيفتنا في الحياة، وهو ده واجبنا. حتى لو الواحدة مش سِت بيت يعني عاملة وكده وبتشتغل، بس بتلاقي نفسها بترجع البيت برضه بتعمل نفس الشغل اللي إحنا بنعمله ده، فتحسي إن ده واجبنا ودي وظيفتنا ودي الحاجة اللي ربنا خلقنا عليها، إن إحنا نعمّر البيوت ونفتحها ونربي أولادنا ونعتني بأزواجنا، وكل ده إحنا هنؤجر عليه بإذن الله رب العالمين. وما تفتكروش إن كل ده هيروح هباء منثورا، لأ طبعًا ربنا بإذن الله هيكافئنا عليه، وإن شاء الله يا رب لينا الجنة إن شاء الله يا رب كلنا كده نتقابل في الجنة بإذن الله. خلاص خلّصنا المطبخ، نضّفنا البوتاجاز، مسحنا الرخام وفضّينا الحوض وخلّينا كل حاجة زي الفل. آخر حاجة بنعملها بنمسح الأرض وبننشّفها عشان برضه إيه، ده جزء من نضافة المطبخ. وهنسيب نسيب المطبخ كده إيه، كامل متكمّل، هنبقى خلاص كده ارتحنا ونفسيتنا ارتاحت والحمد لله. تقريبًا الفيديو بتاعنا خلص، يالّا بقى لو مطبخِك مش نضيف قومي اتشجّعي واعمليه، ما تنسيش بقى تحطّي لي لايك حلو وتشتركي في قناتي واستنوني في فيديو جديد، مع ألف